لقاء النهاردة. رحت مكتب التسجيل، لازم تسجل هنا، تروح هنا على الكمبيوتر وتسجل بياناتك. أي حد بيجي روسيا هنا، بيجي سياحة، بيجي عقد عمل، بيجي طالب، بيجي أي حاجة. دلوقتي النظام الجديد لازم تخش تسجل نفسك في أول أسبوع من الوصول. لو ما سجلتش كأنك كاسر فيزا بالظبط، حتى لو معاك فيزا شهر، معاك فيزا سنة، حتى لازم تيجي تسجل هنا. لازم تيجي تسجل هنا وتقعد قدام الكمبيوتر. لو انت مأجر من عند حد، بيجي معاك الراجل اللي مأجر لك، بيجي يقول ان هو انت هو مأجر لك، ويثبت بياناتك على الكمبيوتر، ويتفتح لك هنا على السيستم انك انت مقيم هنا في روسيا بغرض السياحة، بغرض الدراسة، بغرض العمل. لازم تيجي تدخل بياناتك كلها هنا عشان تعرف تاخد، تعمل خط تليفون، وتعمل حساب بنكي، وتعرف تمشي في البلد. غير كده انت مش هتعرف تتحرك من هنا، ولا هتعرف تتحرك من هنا. اهو مكتب التسجيل، خدمات الكترونية، البوابة الالكترونية الروسية، نجوست سلوك، اسمه نجوست سلوك. من غير ده مش هتعرف تتحرك في روسيا. فأي حد يجي هنا، يجي سياحة بقى، يجي دراسة، يجي عمل، لازم يتوجه إلى البوابة الحكومية اللي اسمها الجوست سلوك، يجي يسجل بياناته هنا، عشان لو مسجلش في خلال أسبوع من وصوله كأنه كاسر فيزا بالظبط، ويتمسك ويترحل. شكرا يا أصدقائي. الجوست سلوك، البوابة الإلكترونية. كل حد يجي قاعد على الجهاز، سواء كان روسي أو أجنبي بقى، من أي جنسية، لازم يجي يسجل هنا. لازم يجي يسجل هنا، مسجلش هنا كأنه كاسر فيزا بالظبط. يجي يسجل هنا أي حد هنا تسجله، ويقول لك ممكن يدفع، تيجي تسجل هنا. يجي يقول لك تسجل البيانات بتاعتك عشان ما تعتبرش مخالف في البلد، عشان لو اعتبر مخالف هتترحل كده وكأنك كاسر فيزا. ماشي يا